لديك عن فريق الترجي الموجود حاليا في الدار البيضاء. اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير مع الكابتن خالد والكابتن فخر الدين. طبعا الترجي مثل ما اسلف الكابتن وقالوا طبعا يخوض المباراه لاول مره بصفوف مكتمله، لاول مره الترجي يلعب بفريق كامل النصاب. الكابتن نبيل معلول سيتوفر على خيارات فنيه عده في الهجوم كما في الدفاع. الترجي تقريبا سيحسب متابعتنا للتدريبات الاخيره، سيحافظ على نفس الرسم التكتيكي 4 الذي اعتمده في المباريات الماضيه خاصه. يعني تؤكد ان اسامه الدراجي سيكون مره اخرى على بنك البدلاء نافع؟ بنسبه 99% اسامه الدراجي سيكون على دكه البدلاء وامكانيه اقحامه بالشوط الثاني. 3 لاعبي ارتكاز كالعاده، خالد الطربي، خالد المولي ومجدي التراوي، وثنائي تنشيط هجومي البوعزي ويوسف المساكني على الجهه اليسرى، ونيانغ سيكون قلب هجوم، وكوليبالي ايضا بنسبه مئويه كبيره سيكون ظهير ايمن، لانه الكابتن نبيل معلول تحدث باطناب عن خطوره الوداد على الارقه. وكوليبالي ليس كوليبالي مباراه الذهاب في دوري المجموعتين، الان استعاد نسق بعض المباريات، وكذلك كوليبالي يعني يتم الفريق وتعود على الزملاء في الترجي واظهر استعدادات طيبه في التدريبات الاخيره. يبدو ان كوليبالي سيكون ورقه كظهير ايمن بالنسبه لنبيل معلول. طيب نافع، اكيد ان المباراه غدا ستجلب انظار كافه الجماهير الترجيه الى ملعب المباراه ومسرح المباراه مركب محمد الخامس. هل لديك فكره عن الحضور الجماهيري المتوقع لجماهير الترجي غدا؟ في الحقيقه كانت هناك جماهير عديده تنوي هذه المباراة، لكن برمجت المباراة يوم عيد الأضحى يوم الأحد 6 نوفمبر، وهو كان محل خلاف هذا التاريخ بين إدارة الترجي وإدارة الوداد، لأنه يتزامن مع أول أيام العيد في تونس، عيد الأضحى. إذا عديد الجماهير عدلت بمجرد التعرف على التاريخ الرسمي لعيد الأضحى، كانت قد قامت بحجوزات أولية ثم عدلت عن التحول بسبب تزامن يوم المباراة مع يوم العيد. حتى كانت هناك طائرة خاصة تقل الجماهير صبيحة العيد وتعود بعد المباراة. وقع الاستغناء عن هذه الطائرة من قبل إدارة الترجي. إذا حسب الرحلات وحسب الطائرات التي غادرت تونس حوالي 700 أو 800 متفرج تونسي أحمر وأصفر سيكونون في مركب محمد الخامس. تعرف جيدا مبيع اجواء العيد في تونس وكيف يعني هذه الاجواء احيانا تجذب الاجواء العائليه الجماهير على حساب الاجواء الكرويه. وهو نفس المشكل بالنسبه للجماهير المغربيه التي ممكن عزفت عن اقتناء تذاكر مباراه يوم الغد. مراسل الجزيره الرياضيه في تونس نافع بن عاشور، شكرا جزيلا لك.